المفتقة احلى مفتقة او حلبة بعسل او حلبة معقودة، سميها زي ما تسميها. تعالي يلا وشوفيها هنعملها ازاي. اوعي تنسيني باللايك. يلا بينا. معايا هنا كوباية زيت وكوباية سمسم محمص وسوداني محمص و2 كيلو من العسل، معلقتين دقيق، معلقتين حلبة مرة ومعلقتين حلبة صفرا وعصرة ليمون. اول حاجة هنزل في قلب العسل كده بالحلبة بتاعتنا، وهنفضل نقلب كده كويس قوي لغاية ما كل الحلبة كده تندمج كويس قوي في قلب العسل بالشكل ده. ويلا بينا نشوف الخطوة التانية هنعمل ايه. وحل على النار وهنزل بكوباية الزيت، وبعدين هنزل بمعلقتين الدقيق كده اول ما الزيت يسخن، وهنفضل نقلب كده في الدقيق في الزيت لغاية كده ما معانا الدقيق هياخد لون كهرماني كده وحلو. هبتدي انزل بعد كده بكوباية السمسم المحمص وكوباية السوداني المحمص، وبرضه هياخدولهم كده تحميصة في قلب الزيت مع الدقيق وريحة السمسم كده تطلع. هبتدي بعد كده الخطوة الجاية انزل بقى بالعسل اللي انا مدوبة فيه الحلبة بالشكل ده. اسهل من الطريقة دي مش هتلاقي، في دقايق هتعمليها ولولادك هتقدميها وهيعجبوا بيها. احلى سحور في رمضان بقى والدفا بقى وفي السقعة دي، جميلة جميلة جميلة. اول ما العسل هيبتدي معايا كده ياخد غلو هنزل بعصرة الليمون، وهفضل اقلب كده كويس قوي على نار هادية لغاية ما احس كده ان العسل ابتدى اخد قوام كده وتخن شوية وتقل. يبقى كده الحلبة بتاعتنا جاهزة مية مية، واحلى طبق مفتقة اهو يا جماعة.